كانت ليبيا في ذلك والله الوقت؟ كانت ليبيا يعني جنة الله في الأرض. والله صحيح؟ والله طرابلس هذه الحقيقة لما رحناها يعني كان أول مظهر، معلش خليني أذكره، هو الرجل أكيد الآن يعني رحمة الله عليه، كان في مطار طرابلس أول دش، مش بهدلة خلينا نقول، يعني وصل التربية، أعطاني إياها فراش في مطار طرابلس. إحنا متعودين في المطارات وخاصة في المطارات اللي بنغادر منها من غزة، فإنه يعني بتضل إيدك على جيبتك وتمد يعني، وإذا مدتش بيطلب منك يعني. لما اللي وصلنا هي الإكرامية. لما وصلنا مطار طرابلس طلع معي رجل كان اختيار في نظري يعني يمكن في 50 من عمره أو أكثر، أخذ معي إغراضي يعني ووصلني لعند مكان التكاسي، فمديت إيدي يعني في جيبتي وأخرجت يمكن مش عارف ما يساوي نصف جنيه ليبي، ما يصافي كذا شيء، مديتها له. قال ليش هذه؟ قلت له، قال لي لا أبدا، أنا طلبت منك، أنت شايفني أنا واقف باب الجامع مد إيدي؟ قال لي أنا الحمد لله موظف عند الحكومة، باخذ معاشي من الحكومة. يا سلام. والله بهدلني يعني هو يقوم بهذا العمل لأنه موظف عند الدولة. موظف ما رضيش ياخذها فعلا، رد عليه وبهدلني يعني بزعل يعني. لما وصلت المدرسة في 7 كنت حريص جدا أسأل الفراشين قديش راتبهم، لقيت حالي أنا عارض عليه راتب يوم، يعني إذا راتبه 30 دينار أنا كائن مادي دينار، يعني ما عرضته عليه راتب يوم. قال لي لا الحمد لله. فهذه كان أول انطباع عن عفة النفس عند الشعب الليبي. لكن بعدين عاد لما هذه البلاء عم وطم، صارت يعني الرشوة والمد والكذا كما يقولون من الغفير إلى الوزير. هو لما بيفسد الراس بينتشر الفساد للأسف الشديد. بعدين طرابلس كانت يعني أولا مناخها زي مناخ قطاع غزة، يعني على البحر المتوسط، جوها جميل، البلد هادئة، شوارعها نظيفة، كان فيها وسيلة المواصلات بالإضافة للتاكسي والأتوبيس فيها الحنتور اللي بيسموه على الخيل. فاكروا هذا كان في الأفلام المصرية. أي نعم. زائد التاكسي والباص. الشيء الآخر التمدن اللي كان فيها، يعني مثلا الباص في دفتر صغير بنشتريه ب5 قروش أظن أو 10 قروش من المكتبة، الدفتر هذا في كل محطات الباص في طرابلس وفي مواعيد وقوف الباصات في هذه المحطة بالدقيقة والساعة. هذه منظمة على النمط الأوروبي بالدقيقة والساعة. هذا الكلام سنة 61. شوف بقية دول كبيرة الآن في الخليج ودول بتآمر على ليبيا وين كانت في 61. مرة ركبت باص وفي عندهم واحد اللي بيقطع التذاكر راكب في الكرسي الأخير، يسموه بالإيطالياني البوليطاي، اللي بيقطع البوليط. كومساري بالمصري. الكومساريا. بقول له